الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مليين الشوادر يابا بالريف والبنادر. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مليين الشوادر يابا بالريف والبنادر. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مليين الشوادر يابا بالريف والبنادر. طار في الهوا شاش وانت ما تدراش يا جدع، طار في الهوا شاش وانت ما تدراش يا جدع. طرف شاور عليه حكم الهوا ماشي، حكم الهوا. يسعد مساكم يا حلوين. تعالوا بسرعة نعمل مع بعض الوصفة كانيلوني باللحمة، وبعد كده نقول المقدمة ونبدأ مع بعض. عندي 1.5 كوب من الدقيق، 2 بيضة، كوبايتين من اللبن، ربع كوباية من الزيت، وملح وفلفل. دي كده مكونات الكانيلوني او العجينة اللي احنا هنحشي بيها بنحشي بيها اللحمة المفرومة. هنحط كله على بعضه، بس طبعا ما ننساش رشة الملح اول حاجة، وبعد كده اضيف كل المكونات. طبعا انا ما قدرتش اتكلم معاكم ساعة الاغنية ما كانت شغالة بجد. الاوبريت ده لو ناس كتير تعرفه هو اسمه ليلة الكبيرة. حقيقة انا بحب الحاجات القديمة قوي طبعا، ومش عارفة اللي بيتابعني كبير صغير انا مش عارفة، بس حقيقة مسرح عرايس جميل جدا كان بيقدموه زمان في التلفزيون. والموسيقى يعني الاغنية بتاعته دي بالذات ليها كده ذكريات معنا واحنا اطفال صغيرين. فحبيت اغنيها بصوتي بجد حقيقة، بس ما حدش بيعبرني ولا بيقول لي صوتك ايه ولا ده صوت مين، ولا لو وحش ما تغنيش تاني، ما حدش بيقول اي حاجة خالص يعني. بس عايزة اقول لكم يعني لو عجبكم الفكرة دي ان انا ممكن نقول كده حاجات اغاني قديمة وحلوة كده في المقدمة، بجد يعني قولولي. ولو مش عجبكم برضو قولوا، يعني سواء او لا قولوا، ما تسكتوش. المهم بقى نرجع تاني لمرجوعنا. هنعمل بقى الخلطة بتاعتنا. بصوا انا عايزاها ما تبقاش تقيلة، بتبقى خفيفة شوية عشان تبقى رقيقة وتبقى رفنعة، فالسمك بتاعها بيبقى خفيف. بعد كده بقى هبدأ انزل بيها على الطاسة، طاسة مسحة زيت بسيطة. بصراحة انا مسحتها حبة حلوين، لكن لو التيفال حلو قوي يعني بزيادة ما تحطيش اي زيت خالص، مش هتلزق ما تقلقيش. المهم بقى ضفت الكانيلوني او العجينة بتاعت الكانيلوني، وهبدأ اعمل بقى رقات كتيرة. مثلا هتعملي الوصفة دي هتعملي حوالي 5 أو 6 من الكانيلوني، وممكن 7 كمان. كل ما بترققيها كل ما هتدي معاكي اكتر. بس طبعا مش عايزة احمرها قوي، ما تحمريهاش قوي من الجنبين لان اوريدي بتخش الفرن هتاخد تحميرة برضو، فمش عايزين ايه نكتر في ان هي تستوي قوي على النار. المهم بقى عايزه اقول لكم كمان زي ما قلت لكم الاغاني القديمه الحلوه اللي الناس تحب تسمعها، بتبقى بصراحه يعني بحب كده وانا واقفه في المطبخ اسمع شويه اغاني قديمه. طبعا بنسمع قران وكل حاجه الحمد لله، بس برضه ما يمنعش ان احنا نسمع شويه حاجات قديمه، مش الحاجات الهجس بتاعت اليومين دول خالص، لا بحب كده الحاجات القديمه الحلوه اللي تطرب كده المخ يعني. وبما اننا بنقف كتير في المطبخ فعايزين حاجه تسلينا، فاللي يسلينا حاجه كويس. المهم بقى نرجع تاني. خلصت كده الكانيلوني، بصوا قد ايه شكلها فظيعه حلوه قوي، محمره كده ولذيذه. على فكره ممكن نعمل كانيلوني برضو حلو، فنسيبنا بس من القصه دي ونرجع بقى لمرجوعنا، وهنبدا نعصج اللحمه. طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين بنعرف نعصج اللحمه ازاي، بس هعيدها تاني معاكم عشان طبعا الحلوين اللي لسه متجوزين جداد او البنانيت اللي بيحبوا يعملوا اكل في البيت نقولها لهم. اول حاجه هنجيب معلقه من السمنه او الزبده او الزيت اللي انتي عايزاه او اللي عندك، وبعد كده هنزل بيه بصله متوسطه هقطعها قطع صغيره، وفصين من الثوم. هقلب كويس قوي، مش هدبلها خالص او احمرها قوي، لا يا دوبك يعني تاخد تشويحه كده بسيطه. وعلى طول هنزل باللحمه المفرومه، او زي ما قلتلك اي نوع من الحشو عندك، الفراخ ممكن بقى لو جبن هتبقى جبن طبعا بره النار خالص. هجيب بقى اللحمه كده وهنزل بالتبل بقى كله مع بعضه كده،
بس عايزه اقول لكم انا ما ضفتش اللحمه كلها صراحه، خدت منها جزء صغير لان اوريدي الصينيه هتبقى صغيره فمش هتحتاج كتير. وبعد كده ضفت بقى الايه البهارات، ملح والفلفل، البابريكا، لو عندنا جوز الطيب هنحط، لو عندنا توم باودر، بصل باودر، بس اوريدي ان احنا حاطين التوم الفريش فمش هنحط توم باودر خالص. وهقلبها بقى وايه، اسيبها على نار هاديه كده تستوي على الاخر. الليلة الكبيرة يا عمي العالم كتيرة، مليان الشوادر يابا بالريف والبنادر، تعال في الهوا شاش وانت ما تدراش يا جدع، تعال في الهوا شاش وانت ما تدراش يا جدع، طرف شاور لي عليك. هبدأ بقى دلوقتي، خلصنا اللحمة المفرومة وبردت شوية، وهجيب بقى الكانيلوني بتاعنا الحلو الجميل ده ونبدأ نحشي. هنحشي عادي خالص، يعني الحشوة دي مفيش أسهل منها. بحط اللحمة المفرومة وهعمله رول كده، وهحطه في الصينية، أرصه في صينية مستطيلة أو حتى مربعة أو أيا كانت عندك، المهم هنرصهم كده ورا بعض. مش حاطه اي اضافات على اللحمه عشان تبقوا عارفين، لا طماطم ولا فلفل، كنت عايزاها كده ايه، يعني حاجه كده خفيفه ومش عايزه اكتر افتكاسات. بس لو حابه تحطي حاجات تانية وتنكهيها طبعا اللي انتي عايزاه، انا بس بديكي مجرد افكار. هنيجي بقى دلوقتي للمهمه الحلوه اللي بتدي طعم حلو جدا للصينيه دي. صلصه عاديه بتاعت المكرونه هنعملها وهنجهزها، ونجيب جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي اللي هي التركي بتاعتنا بتاعت اسكندريه، اي حاجه عندك، المهم تبقى حاجه بتمط بس كده لذيذه وحلو. المهم شويه صلصه الحلوين زي ما قلتلك، والجبنه رشيت عليه شويه زعتر من فوق الوش، طبعا الزعتر بيدي طعم حلو قوي مع الكانيلوني، وكمان شويه فلفل اسود. وهندخلها الفرن على نار متوسطه، هنسيبها لمده ربع ساعه بس. وبعد كده هنطلعها من الفرن. بصي الشكل بقى، تعالي الف هنا وشفا. تتحمر طبعا في الشوايه، وعايزه اقولك قد ايه طعمها حلو وجميله جدا. واشوفكم على خير، وباي باي.